اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟ الأضحية شرعت لحكم كثيرة منها. عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت: ما علة الأضحية؟ فقال: إنه يغفر لصاحبها عن أول قطرة تقطر من دمها على الأرض، وليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم قال: انظر كيف تقبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل. ومنها شكر المنعم جل وعلا على نعمه المتعددة التي لا تعد ولا تحصى. صحيح إنها لا تعد ولا تحصى، ولكن ألا تشكر. ومنها إحياء سنة نبي إبراهيم عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح ولده إسماعيل عليه السلام في يوم النحر، واقتداء المؤمن بهما في الصبر على الطاعة وتقديم محبة الله عز وجل على هوى النفس وشهواتها. ومنها التوسعة على العيال وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.